اتهم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جماعة الحوثي بالوقوف وراء الهجوم على مطار عدن. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس قال عبد الملك إن ما وقع في مطار عدن هو هجوم إرهابي كان يهدف إلى القضاء على الحكومة اليمنية الجديدة. أوضح عبد الملك أن التقنيات المستخدمة في القصف الصاروخي على المطار ترجح مسؤولية الحوثيين عنه. وأكد عبد الملك أن خبراء من التحالف السعودي الإماراتي يشاركون في التحقيقات بشأن الهجوم، وأنهم سيعاينون بقايا الصواريخ لتحديد نوعها والجهة التي تقف وراء القصف. دانت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحوثيين استهداف مطار عدن الدولي الأربعاء الماضي، وقالت في بيان إن الحادثة جاءت نتيجة ما قالت إنها ممارسات دول التحالف المستمرة والتي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن. وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية تجاه صمتها وتغطيتها المستمرة على ما أسمتها جرائم العدوان بحق اليمنيين.